يلا بينا نحضر اهم ماتش في الموسم بين الاهلي وبيراميدز. وصلنا الملعب بسرعه، وبصراحه الدنيا كانت منظمه جدا، بس في حاجتين مهمين جدا عايز اكلمكم فيهم بس في اخر الفيديو. كده الماتش ده هيخلص كام سنه بعد الماتش؟ قدامنا بالظبط كان استوديو اون تايم سبورتس، وزيدان كان شكله جايب ابنه يفسحه في الاستاد. نيجي بقى لدخل الجمهور الاهلي اللي بصراحه انا اسف في اللفظ تعر، شويه رافعين وشويه منزلين، وبعد ما رفعوها كلها راحوا منزلينها تاني ورافعينها تاني بعدها بشويه، وحتى لما كملت شكلها وحش. بس قبل ما تشتمني ده بالنسبه للدخله، اما بالنسبه للتشجيع الجمهور طول ال 90 دقيقه يهز الصخر. واعتقد ان هم اهم عامل في ان الاهلي يرجع من بعد ما كان خسران لان هو يكسب في الدقيقه 86. اللعيبه خلاص بتستعد لبدايه الماتش، وفي الدقيقه 14 الاستاد كله بيتهز باسم رفعت. في نفس الوقت الجمهور كان رافع مسج مكتوب فيها الحمد لله على السلامه يا بيبي. وفي الدقيقه 17 يجيب وسام ابو علي الجون الاول ويروح ياخد التالتة شمال كلها في حضنه. وبعد الجون لقينا الشبكه وقعت، ولكن الاغرب ان العارضه اتعوجت، ولكن بقى الاغرب من كل ده ان الماتش كله كمل بعارضه معوجه. مايلي بغلطه ساذجه جدا من خط دفاع الاهلي قدر يجيب جون التعادل لبيراميدز. الحكم الاسباني عشم لعيبه الاهلي النهايه فيها فار والجون ممكن يتلغي، وبعدها راح مصفر قال لك جون عادي جدا. لحظه نزول الشيبي في الشوط الاول هتلاقي الجهاز الفني لبيراميدز كله واقف حوالين اللاعب ولا كانه نزل يحارب. لقطه محترمه جدا ان في حد من جمهور الاهلي تقريبا حصل له حاجه في ثانيه، لقينا الاسعاف كله طالع وداخل في قلب التالتة شمال، حل القصه وطلع تاني. هنا بيراميدز قدر يجيب الجون الثاني بعد اوفر محترم جدا من الشيبي وغلطه ساذجه جدا من الشناوي، وصعب الماتش قوي على الاهلي. الشيبي بقى محبوب جدا من جمهور الاهلي، ما بيلمسش الكوره غير لما الجمهور كله يمسي عليه، ودي ضربه جزاء الاهلي اللي عليها خلاف كبير، ولكن ترقيصه الشحات حكايه. يدخل وسام ابو علي يحطها ويرجع الاهلي للماتش تاني. حاجه بقى غريبه بالنسبه لكولر، وهي التاخير الرهيب بالنسبه للتغييرات. يعني هي تبدا التغييرات في الدقيقه 85، التغييرات اللي هي التغييرات مش اليو ديانج، يعني بتكلم في اللعيبه الهجوميه، خصوصا ان انت عايز تكسب. بس الراجل عشان بيكسب محدش بيتكلم معاه، عشان يجي قفشه يحط نفس الجون في نفس الدقيقه في نفس اليوم بنفس الطريقه ويعمل قضيه جديده. بعد جول قفشه وبعد ما قرب الماتش ان هو ينتهي بدا جمهور الاهلي يدس جمهور بيراميدز. أنا متكيف بصراحة، قول حاحة قول حاحة، أنا متكيف بصراحة. واحد اتنين الوجبة راحت فين؟ واحد اتنين الوجبة راحت فين؟ غلطان وهو بتاع جنينة، كده كده يا زمالك الدوري في الجزيرة. وصفر الحكم نهى الماتش عشان يقدر الاهلي يكسب بيراميدز ويقرب منه في جدول ترتيب الدوري، عشان يخلي الماتشات اللي جايه كلها نار. صاحب القضيه ادى التيشيرت بتاعه لواحده من الجمهور، وصاحب افضل لاعب في المباراه حسين الشحات راح يحتفل بجائزته مع الجمهور. الحاجتين بقى اللي كنت بقول لكم عليهم في اول الفيديو، اول حاجه هو العدد الكبير لجمهور بيراميدز اللي موجود. العدد اللي كان موجود ده يا جماعه بيحضر لفريق متاسس بقاله 3 4 سنين، واكتر من عدد الجمهور اللي بيحضر لفرق بقالها حوالي 100 سنه زي الاسماعيلي او الاتحاد. انا عارف طبعا الجمهور ده بيتجاب ازاي وبيتجمع ازاي، بس دي حاجه ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحدها. الحاجه الثانيه الغريبه جدا بالنسبه لي برضو هو استاد القاهره. استاد القاهره فيه 3 شاشات عملاقه، ادي 1 2 3، والحمد لله ولا واحده من ال3 بتذيع الماتش. طب يا جماعه الشاشات دي موجوده ليه؟ ما نبيعهم ونجيب بفلوسهم اي حاجه مفيده او نعمل صيانه لارضيه الملعب وبس كده.